نستمع سيدتي وسادتي إلى كلمة الأستاذ عبد اللطيف الملولي رئيس الجمعية الأوروبية للدفاع عن المغاربة المطرودين من الجزائر، أحد ضحايا الطرد التعسفي. بالتقرير في هذه القضية هذه، لأن القضية دامت 50 سنة والمغاربة المطرودين في الجزائر لحد الآن مازال ما استفدنا والو، لأن كان هناك ضغوطات إعلامية من النظام الجزائري ورانا شفنا شنو وقع في التيران ديال الكاف يعني الجزائر دابا ولات بحال شي حنا ديك هذا الايادي وبقات كتخلص الناس كاملين. وهذا بالمقدمه نهضر بالدارجه اللي ماشي معروفه، عارفين النظام الجزائري اش كيدير، كيسرح فينا فكره. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السيدات والساده الحضور الكرام، الاساتذه الافاضل، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يشرفني بصفتي رئيس الجمعيه الاوروبيه للدفاع عن المغاربه المطرودين من الجزائر ان اتوجه اليكم بخالص الشكر والتقدير على حضوركم ومشاركتكم في هذه الندوه الفكريه الوطنيه الهامه التي تندرج في اطار احياء الذكرى ال50 الترحيل الاسري للمغاربه من الجزائر، وهي الذكرى ذات أبعاد إنسانية وتاريخية وحقوقية عميقة. إننا نستحضر اليوم واحدة من أكثر الصفحات إلى من في التاريخ المنطقة، حين تعرض عشرات آلاف من المغاربة لعملية تهجير كسري جماعي يوم 13 ديسمبر الموافق للأيام الأولى لعيد الأضحى المبارك، فيما عرف بالمسيرة السوداء أو مسيرة الإحداث، كرد فعل سياسي على تنظيم المملكة المغربية للمسيرة الخضراء واسترجاع أقاليمها الجنوبية. وقد شملت هذه العملية ما بين 35,000 و 95,000 عائلة مغربية، أي ما ينهز 100,000 إلى 350,000 شخص. لقد نفذت عملية الطرد بشكل فاجئ وفي ظروف قاسية وغير إنسانية خلال ساعات الليل، حيث فصل الأزواج عن زوجاتهم وتفرقت العائلات، واضطر الضحايا إلى مغادرة بيوتهم وترك ممتلكاتهم وأموالهم ومصادر عيشهم التي ركبوها عبر سنوات طويلة من الاستقرار والعمل. ولقد خلف هذا الترحيل آثار إنسانية واجتماعية ونفسية عميقة لا تزال معاناة المتضررين منها مستمرة إلى اليوم. ومن موقعنا كجمعية أوروبية تعتبر هذا الملف قضية إنسانية وحقوقية بامتياز لا تسقط بتقادم، وتستوجب الاعتراف بالمواقع وفتح تحقيق جاد في ملابسة وجبر الضرر، سواء على استرجاع الممتلكات أو التعويض العادي، إلى جانب الاعتذار الرسمي الذي ينصر الضحايا ويحفظ كرامتهم وذاكرتهم. وفي هذا الإطار عملت الجمعية على تدوير هذه القضية من خلال تنظيم وقفات سلمية أمام مؤسسة الاتحاد الأوروبي وأمام مكتب جنيف حقوق الإنسان، إلى جانب مناصرة عدد من الهيئات الدولية والجهات المعنية بهدف التعريف بهذه الجريمة الإنسانية والاجتماعية، وإبقاء هذا الملف حاضر في القضاء الحقوقي والإعلامي الدولي. وإن هذه الندوة تشكل محطة أساسية لتقاطع الجهود بين الفاعلين الحقوقيين والأكاديميين والمؤسستين من أجل بلورة رؤية موحدة مسؤولة تعيد الاعتبار لهذه القضية الوطنية وتسهم في إنصاف ضحايا الترحيل الأسري وصلوا الذاكرة الجماعية من النسيان أو التهميش. وفي هذا السياق نعبر عن اعتزازنا الكبير بالشراكة والتنسيق مع المنظمة المغربية للتعبئة الوطنية داخل الوطن والخارجي، ونؤمن عليهم مبادرتها في تنظيم هذه الندوة وجهودها المتواصلة في الدفاع عن القضية الوطنية العادلة. وفي الختام نؤكد التزام الجمعية الأوروبية للدفاع عن المغاربة المطرودين من الجزائر بمواصلة عملها الحقوقي والترافع إلى جانب كل الشركاء من أجل تحقيق العدالة التاريخية وإنصاف الضحايا وصون كراماتهم وحقوقهم وفاء للحقيقة وانتصار العدالة. شكرا لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نضيف واحد الكلمة الإخوان معنا نجم مطرودين وكاين اخرين ما قدرش توصلوا. نشكر الرئيس المنظمة السيد محمد صافي على هذه، وكنخبركم باللي ردت عدة وقفات مؤخرا كتشهد في جنيف
على القضيه ديال حنايا. وفي 2022 درت اداره الطعام قدام السفاره الجزائريه في واشنطن 3 ايام تسنى، ودرت عاوتاني وقفه في نيويورك، ودرت وقفات عده وقفات درتهم في بروكسل وفي باريس، واللي كنت على الجميع لان القضيه ديال ما خصهاش تنسى. السلام عليكم.